السلام عليكم. ازاي اتاكد من النتيجه بتاعت موقعي ان هو فعلا في النتيجه التلاتة او الاتنين؟ هل من المتصفح الخفي؟ لان زيارتي للموقع بتاعي من جوجل عادي بترشحه ليا في الاول، طبعا ده نتيجه مش حقيقيه، فعاوز النتيجه بالظبط اللي بتظهر للمستخدم. السؤال ده يعتبر واحد من اكتر الاسئله اللي بنواجهها. خلينا نتاكد، او خلينا الاول نوضح هو ليه بيحصل الموضوع ده. اول حاجه لازم تكون عارف ان جزء اساسي من الخوارزميه وجزء اساسي من عمل السيرش انجن بشكل عام، يعني بغض النظر عن جوجل او غيره، احنا مش بنتكلم عن جوجل بوجه الخصوص، هو موضوع الترتيب او الاي بي تيستنج اللي بيحصل بشكل متواصل. بمعنى ان مش معنى ان انا موجود في النتيجه الاولى فان انا بالفعل موجود دايما في النتيجه الاولى. طيب ازاي هم اصلا بيعرفوا ان في شخص يستحق يطلع في النتيجه الاولى عن شخص تاني؟ الموضوع باختصار بيكون بان بيحصل اختبار لبعض النتائج ان هي بتطلع في النتائج اللي فوق وبتبدا تنزل وبتطلع بشكل لا نهائي. طيب ايه هي احسن طريقه ان احنا نعرف بيها البوزيشن بشكل ادق قدر الامكان؟ لازم تكون عارف ان لازم هيكون في هامش خطا، لان النتائج بتتبدل بشكل متواصل. ولكن لو هنتكلم عن احسن طريقه، ان انت تستعمل تولز زي السيرش سيميوليتور او اكستنشن، دي هسيبها لكم في التعليقات تحت لو حد حابب يستعملها، او ان انت تستعمل اي تول من التولز الخاصه بالبوزيشن تراكنج، سواء المدمجه في سيمرش او اي اتش شريف، او التولز الخاصه بنيل باتل اللي هي اوبر سجست، او تستعمل تول اسمها سباي سيرب كنت متكلم عنها في فيديو على اليوتيوب قبل كده، ممكن تبقى تبحث عنها وتبقى تستعمل. ولو عندك اي سؤال حابب نجاوب عليه، تقدر تسالنا على ادفانس ديجيتال ماركتنج كوميونتي.